موبايلك بيتجسس عليه. يا ترى اول مره تسمع الكلمه دي ولا سمعتها كتير قبل كده؟ ويا ترى مصدقها ولا مستهون بالموضوع؟ اكيد حصل وسمعت قبل كده حد بيقولك ان موبايلك بيراقبك وبيتجسس عليه، واكيد سمعت برضو عن تطبيقات بتسمح لنفسها تستخدم صورك وصوتك في التوليد بالذكاء الاصطناعي زي كاب كات تفتح دي الاخر. ولكن في الفيديو ده انا مش جاي اكلمك عن كاب كات خالص، انا جاي اقول لك النهارده ان الموضوع فعلا خطير ولازم تكون حذر وما تديش للموبايل الامان. وتابع معايا الفيديو ده للاخر وهحكي لك بعض التجارب اللي هتثبت لك بعد ما تجربها بنفسك ان موبايلك بيتجسس عليك. لا ومش بس بيتجسس عليك، ده بيجمع داتا عن كل تفاصيل حياتك. تطبيقات كتير جدا بتفتح كاميرات موبايلك الخلفيه والاماميه وبتطلع على كل شيء حواليها، وهقول لك ليه دلوقتي بعد ما تسمع القصه دي. لايك وشير الفيديو ده وصلي على حبيبك النبي ويلا بينا. سمعت حكايه حقيقيه عن ست كانت قاعده في عياده منتظره دورها، وهي قاعده في صاله الانتظار اللي كلها كراسي انتظار كانت بتلعب في الموبايل والموبايل في ايديها وبتقلب على السوشيال ميديا. الست دي وهي بتقلب لفت نظرها كرسي اصفر شكله عاجبها في الجنب اللي قصادها. ركزت نظرها مع الكرسي لمده 30 ثانيه مفيش غيرهم، وبعد كده كملت تقليب. وهي بتقلب بقى يقابلها اعلان لكرسي شبه الكرسي الاصفر اللي هي ركزت عينيها عليه من دقايق. ازاي بقى ممكن تكون دي صدفه؟ طيب لو افترضنا ان دي صدفه، اسمع مني بقى الموقف اللي حصل معايا انا شخصيا.